السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير متابعيني الأعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واخداكم النهاردة بقى معايا مكان عظيم عظيم عظيم. احنا دلوقتي النهاردة رايحين فين؟ رايحين اخر امتحان اوسكي. الفيديو ده متصور بتاريخ 14/7/2024. الله اعلم هو هينزل امتى، بس مينيموم كده بينزل بعدها بشهر، لان انتوا عارفين بقى الانسان في الدراسة بيقعد يقول بس تيجي الاجازة وانا هتحول تنين مجنح. تيجي الاجازة بينام مكانه، حتى مش بيقوم يعمل الحاجات اللي كان بيزنقها كده في وسط وقت المذاكرة او ايام الدراسة، اللي هو كان بيقول يعني خلاص انا هبقى فاضي بقى، فهبقى نشيط وهعمل. المهم الله اعلم هينزل امتى الفيديو، ولكن زي ما قلت لكم رايحين اخر امتحان ايه بقى؟ امتحان اوسكي بطنه. الاوسكي بالنسبه لنا او اللي ما يعرفش يعني هو عباره عن فيلم رعب. انت بتدخل تلاقي دكتور كبير كده قاعد وجنبه مريض، او في بعض اللجان بيبقى قاعد وجنبه رول بلاير، اللي هو واحد بيمثل ان هو مثلا مريض بكذا او حاجات كده يعني. المهم انت بتقعد بقى، الدكتور يقول لك روح للمريض، مش عارفه اعمل له كذا اعمل له كذا، والدكتور بقى قاعد يتابعك بقى وانت عمال تعك كده والموضوع يعني بيبقى بيبقى رعب جدا. الموضوع للاسف ما بيخلصش على كده، لانه لو كان بيخلص على كده فكان الموضوع هيبقى بسيط ويلا مش مشكله، عكينا شويه مش مشكله، ما نعرفش الطريقه لسه، ما البراكتس بتاعنا مش تمام. لا، انت بتروح للدكتور بقى وبيمسكك يطلع عليك القديم والجديد في النظري، بقى لو حته انت سايبها في امتحان الفاينل بقى. وكده وصلت المستشفى، مستشفى البطنه التخصصي، لان زي ما قلت عندنا امتحان بطنه. كنت عملت فيها قبل كده فيديو تقريبا السنه اللي فاتت. المهم انا طول الليل بدعي ان ما يجيلناش دكتوره معينه، عشان قالوا ان هي دخلت في الايام اللي فاتت. احنا هنا هناخد اول دور، هنطلع اول دور، بيبقى فيه القاعات بتاعه الانتظار اللي احنا ننتظر فيها لحد ما يجوا ينادوا الاسماء. وانا الحظ السعيد الحمد لله رقمي في الاول، فانا هبقى من اول جروب هيمتحن. المهم احنا بنقعد ننتظر في اللي هي القاعات دي لحد ما يجي عمو ينده كذا اسم كده ويقول يلا اطلعوا علشان الامتحان. طبعا السرير ده للناس اللي مش متابعه او اللي ما حضرتش فيديو قبل كده ليا وانا بقول ان السرير ده بيكون موجود علشان احنا بناخد هنا النظري بتاع العملي، فبيبقوا جايبين مريض مثلا، ففي كل قاعه كده بيبقى فيه سرير. المهم احنا الوقت ايه بقى؟ الوقت طالعين على الامتحان. دعواتكم ان اللجان تكون كويسه والدكاتره كويسه واسئلتهم كويسه ونعرف نجاوبها، ودي اهم حاجه، ويبقى ختامها مسك ان شاء الله. جماعه عاوزه اقول لكم خبر، احنا خلصنا سمستر 8. انتوا متخيلين معايا؟ انتوا ممكن مش متخيلين بس انا برضو مش متخيله بجد. سمستر 8 سنه رابعه بحالها خلصت. في ايام جت على الواحد قال ان هو عمره ما هيخلص، عمره ما هيوصل للحظه دي. الوقت احنا بنقول ان احنا خلصناها ووصلنا فعلا. الحمد لله الحمد لله على التمام، والله الحمد لله. بغض النظر عن الفوتو سيشن اللي انا هعمله للسماعه، فانتوا هتستحملوا معايا لان احنا مخلصين سمستر 8 فيحق لنا نعمل اي شيء. لا بهزر طبعا، بس كنت عاوزه اكلمكم في حاجه. انا وانا داخله قلت لكم ان انا دعيت ان في دكتوره معينه ما تدخليناش. عمري في حياتي يا جماعه ما دعيت ان دكتور معين ما يدخلناش او كده، لان انا يعني بقول اكيد مش هيسيب كل الناس وهينشن علينا ويدخل. متخيلين ان المره الوحيده اللي انا ادعي فيها ان في دكتوره ما تدخلناش ادخل الاقيها اول لجنه في وشي؟ سبحان الله بجد سبحان الله. انا خلاص خلصت وخرجت من الجامعه. دلوقتي هحكي لكم بس سريعا كده. انا رايحه اجيب حاجه بما ان خلصت، فانا عاوزه ارجع قدراتي المطبخيه اللي هي اتقتلت طول السنه ما عملتش اي حاجه. فانا رايحه محل اسمه كيك بوب، اللي انتوا شايفينه ده في الوش، عنده حاجات كتير جدا يا جماعه، كل حاجه من بتاعه اللي هي الحلويات وكده. فانا رايحه اشتري منها شويه حاجات. رحت كمان محل المخبوزات، اشتريت الباتيه اللي انتوا شايفينه ده، ربنا يخليني لهم دايما كده يا جماعه واجيب لهم الحاجات اللي بيحبوها. لا طبعا انا اللي بحبه. وبعدين بقى ايه، ادعوا لنا بقى، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.